زمان لما حبوا يعلمونا عن الكائنات الحية فصنفوها لمجموعة تصنيفات: الطيور والثدييات والأسماك. كل الكائنات اللي تحت كل تصنيف ليها خصائص معينة وليها وظائف معينة برضو بتقوم بيها. وارد جدا ان اي كائن يجي تحت التصنيف ده يكون له خصائصه بتاعته هو بس، والوظائف اللي بيقوم هو بيها بس، ولكن في الغالب هتلاقيه بيورث الخصائص الأساسية. نفس الكلام ده بدأوا يعملوه في البروجرامينج عن طريق الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، إن هم يصنفوا العناصر أو يصنفوا الأجزاء جوه الكود بتاعنا على كلاسات أو تصنيفات معينة، وكل كلاس بيكون له مجموعة من الخصائص الخاصة بيه ومجموعة من الوظائف اللي بيقوم بيها. ممكن جدا أي عنصر يجي تحت الكلاس ده يورث الخصائص الأصلية بتاعته ويضيف كمان التاتش بتاعه، ويحط الخصائص الخاصة بيه هو بس والوظائف اللي يقدر يقوم بيها هو بس. فمثلا لو انت عندك ابليكيشن لمحاكاة مستشفى، فهتلاقي مثلا من العناصر الأساسية في المستشفى دي هي الدكاترة، وكمان منهم الممرضين، وكمان الموظفين. كل دول نقدر نحطهم تحت كلاس كبير قوي اسمه الموظفين. والموظفين دول بيتميزوا ان هم عندهم خصائص ثابته متسجله دايما على السيستم، زي اسمهم، الايميل بتاعهم، سنهم، لكن كل واحد بيقدر ياخد وظيفه مختلفه عن التاني. فكلهم بيورثوا الخاصيه الاصليه بانه كونه موظف، لكن الدكتور وظيفته غير وظيفه الممرض، غير وظيفه مثلا بتاع الاتش ار او بتاع السكرتارية. كل واحد فيهم بيقوم بوظيفه مختلفه، وكل واحد فيهم عنده الخصائص المختلفه بتاعته بجانب الخصائص الأصلية اللي بتميز هذا الكلاس اللي هو كلاس الموظف.